ما هو مش معقول كده يا جماعه، كل ما نتكلم عن انجاز جديد للكره المصريه يجي كابتن مجدي عبد الغني يقول لنا يعني موضوع الجون بتاع هولندا ده اصلا كان بيلن ويعني ما مشكوك فيه اساسا يا كابتن مجدي. خلينا ساكتين بقى، دي حاجه كده. ده انا مش عارف يا كابتن والله. احنا خلاص بقى كل ما نيجي داخلين عن مرحله جديده وانجاز جديد للكره المصريه ومرحله كاس العالم يقول لنا الجون بتاع هولندا. يا ريت يا جماعه ال 22 لعيب بالجهاز الفني بكل الناس فاضلنا تكه ونخلص من ذل كابتن مجدي عبد الغني لينا بجون هولندا. نقول افريقيا يقول لك جون هولندا ومش عارف ايه، انا جبت جون في هولندا، عمل اعلانات جون هولندا. ايه يا جماعه مش كده؟ المسكين ده وفي قلبي مين من يومها طعم الحياة زي المرض. اول حاجه بنوجه التحيه لكابتن مجدي عبد الغني، طبعا نقول له احنا اسفين يا كابتن مجدي. طبعا بنتذكر في اللحظات دي جونه التاريخي في هولندا في كاس العالم لما صعدنا، كان جون من بيلنتي صحيح 100%. الظاهر كده يا كابتن ان انت مكتوب لنا ان انت تفضل تذل فينا على مر العصور زي الفراعنه. سابوا لنا الاهرامات من 7000 سنه، سابوا لنا الشكل والتركيب وكل حاجه، لكن احنا مش عارفين نعمل زيها ابدا ولا نعمل 1% من اللي هم عملوه. في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ واحنا مش مكتوب لنا نفرح ولا ايه؟ يعني انا مش متخيل 11 لعيب كان في ايدهم يساعدوا 90 مليون، لكن هم نكدوا علينا 90 دقيقة، نكدوا على 90 مليون، يعني تقريبا بتنكد على مليون مصري كل دقيقة. يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. انا عندي بس رسالة بسيطة لكل واحد ربنا اداله مفتاح السعادة انه يسعد ملايين واستخسرها في الناس. الرسالة دي مش للمنتخب بس واللعيبة، ده خلاص ان احنا نخش كاس العالم ده زمان خلاص مفيش الكلام ده. انما دلوقتي بقول الرسالة دي للمنتخب، للعيبة، للجهاز الفني، للحكومة، للشعب، للشرطة، للجيش، لسواقين الميكروباصات، سواقين التكاتك، سواقين الاتوبيسات، كل الفنانين، كل المفكرين، يا جماعه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، كفايه. وطبعا يا جماعه في نهايه حلقتنا بنحب نشكر ونوجه التحيه لكابتن مجدي عبد الغني، ونتذكر برضو الجون الجميل اللي جابه في هولندا في كاس العالم وكان من بينالتي صحيح 100%. احنا اسفين يا كابتن مجدي.